أصدقائي في القناة وأولاد حبايبي تيمور وطارق، معايا قطعة جميلة جدا بتتكلم عن زيارة للقرايب في الريف. يلا بينا نشوف القطعة. This summer الصيف ده we went to the countryside. احنا رحنا الريف to visit my dad's cousin and his family علشان نزور ابن عم أبويا وأسرته. They live in a quiet village. هما بيعيشوا في قرية هادية with lots of green fields. وفيها حقول خضرة وجميلة. and animals وحيوانات. It was my first time staying there. ودي كانت أول مرة أروح هناك. and I really enjoyed it. وبجد أنا استمتعت بالوقت هناك. Every morning كل يوم الصبح I woke up early. أنا كنت بصحى بدري and helped in the garden. وكنت بساعد في الجنينة. in the afternoons وبعد الظهر we went for walks. كنا بنروح نتمشى or had tea outside under the trees. أو بناخد الشاي أو بنشرب الشاي تحت الأشجار. The air was fresh. الجو كان منعش. and everything felt peaceful. وكل حاجة كانت مريحة وهادية وجميلة. يلا بينا نقرأ القطعة إنجليش بس. This summer we went to the countryside to visit my dad's cousin and his family. They live in a quiet village with lots of green fields and animals. It was my first time staying there. And really I enjoyed it. Every morning I woke up early and helped in the garden. In the afternoons we went for walks or had tea outside under the trees. The air was fresh and everything felt peaceful. أتمنى تكون القطعة عجبتكم ومتنسوش تدربوا أولادكم على القراءة علشان يستفيدوا بمعاني الكلمات والنطق والقراءة. بيشرفني وجودكم معايا في القناة، وأتمنى تدعموني بلايك وتعليق حلو علشان نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس والكل يستفيد. واللي مشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك. شكرا جزيلا. Thank you so much.